منتخب مصر في بطولة العين الدولية بالإمارات بيطلع المركز الثالث ويفوز أو بيكسب بركلات الترجيح على منتخب كاب فيردي الراس الأخضر بنتيجة تقريبا 4-0 باين ولا 3-0 حاجة كده. ضربات جزاء بصراحة كوميدية في غاية الكوميديا، ولكن تعال نستوقف للحظات واعطني أذنك صديقي المشجع لبرهة. هي ايه الخطة اللي احنا بنلعب بيها كمنتخب مصر؟ انا عايز واحد ذكر بيفهم في الكورة يطلع يقول لي كده. مصر لعبت ماتشاتها اللي فاتت خلال السنة اللي فاتت دي، تمام، مع كابتن حسام حسن ومع روي فيتوريا ومع، هقول لك على حاجة، من بعد يا سيدي كوبر، مع اني يعني ايه ما كنتش بطيء يعني ما كنتش بطيء يعني طيل عمر وما طيقش كوبر ده، بس على الاقل كوبر كان عنده خطة معروفة هي تقرف الكلب وتخلينا نكره كرة القدم وتخليك قاعد هتجيب اللي في بطنك من كل ما انت مش طايق، يعني ان المنتخب ما بيهاجمش بس بيقول لك ايه، انا بدافع. دي خطته ان هو يدافع، عنده خطة واضحة وصريحة. لكن من بعد كده انا ما شفتش مدرب جه عمل خطة كده غير اللي هو اعتماده على محمد صلاح بس. جه روي فيتوريا قبل كابتن حسام حسن، تمام، كان تقريبا ايه، هي نفس السيناريو، ان روي فيتوريا بيجي لعب ماتشات ودية ملهاش اي لازمة، لعب ماتشات في التصفيات خفيفة جدا وضعيفة جدا. هو ماتش واحد يا عيني هو ده كويس فيه، كان منتخب بلجيكا وكسبنا 2-0 ولا 2-1، وساعتها قلنا ده احنا منتخب جامد جدا. اتاري منتخب بلجيكا كان زي الزفت ودخل كاس العالم اتحط عليه من طوب الارض هناك. جه كابتن حسام حسن، جه بعد روي فيتوريا بعد ما خرجنا بفضيحة من كاس الافريقية اللي فاتت قدام الكونغو. جه كابتن حسام حسن تصفيات كاس عالم وتصفيات افريقيا، وكلها بقى ايه منتخبات، يعني المنطقي دلوقتي ان انت تكسبها اقل ماتش تخرج كسبان 3-0 يعني. ايش بقى اثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، سيراليون، فرق كده ايه، انت ما يعني فعلا فرق بجد. كهرباء الاسماعيلية، مين اقل نادي في الدوري المصري؟ كهرباء الاسماعيلية ونادي الاسماعيلي هم اقل فرقتين دلوقتي مثلا، يقدروا يكسبوه بمنتهى السهولة، بمنتهى السهولة. تمام. قعدنا بقى نقول ايه يا جماعه، ما الفرق الصغيره دي هي اللي ما كانتش بتخلينا نصعد كاس العالم، والفرق الصغيره دي كانت دايما عقدتنا وكل حاجه. تمام، معاكوا حق، وده كلام الاعلام اللي بيتقال دايما، حقيقي. بس على الجانب الاخر انت كنت بتلاعب دايما فرق كبيره عشان تلحقك في التصنيف، وكنت بتكسب ساعات الفرق الكبيره دي سواء في افريقيا والله او في اوروبا. ممكن بس لو لعبنا انجلترا نشيل، لعبنا كوريا نشيل، لعبنا الارجنتين نخسر الحاجات دي، لكن بنيجي قدام فرق تانية والله كنا بنلعب شغل كويس وعلى التصنيف بتاعك كان بيعلى باستمرار. لكن احنا مع كابتن حسام حسن من ساعة ما جه انا ما شفتش جملة تكتيكية واحدة توحد ربنا، انا ما شفتش خطة تحسسني ان احنا منتخب متماسك. يا جماعة انا عاشق لكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن كلاعيبة، انا الاتنين دول بفتقد ان يكون في 2 لعيبة زيهم دلوقتي، مش موجود منهم خالص. يعني اول ما تقول مين احسن راس حربة جه في تاريخ مصر، اول واحد بيجي قصادك كده كابتن حسام حسن. اول ما تقول احسن باك يمين، طبعا احنا بنشوف محمد هاني دلوقتي يعني ما اقولكوش، اول ما بنقول نشوف احسن باك يمين جه في منتخب مصر بيجي في دماغك دايما كابتن ابراهيم حسن، دايما. الاتنين كانوا فظاع داخل الملعب. لما بقوا مدربين ومسكوا الزمالك والمصري، الزمالك كان معاه شيكابالا هو اللي شايل الفريق كله، والمصري كان بيمر بمرحلة تطوير كويسة جدا جدا. ممكن يكون كابتن حسام حسن عمل مع المصري حاجة لكن ما كسبش بطولة برضه.
كابتن حسام حسن درب 9 أندية ما خدش ولا بطولة مع أي نادي، ولا بطولة. حتى الزمالك اللي كان المفروض ممكن ياخد معاه بطولات ما خدش معاه ولا بطولة. أسهل بطولة سوبر مصري في التاريخ أنت كان ممكن تكسبها من الأهلي في 2015 ولا 2014 سوري، أنت اتعادلت 0-0 وما عرفتش تجيب جوان فيها، لأن أنت نزلت تدافع قصاد الأهلي، والأهلي كان معاه جريدو، اللي هو يعني أقول لك إيه، اللي هو كابتن حسام حسن يدرب أحسن منه مليون مرة. شوف، مع إن أنا ضد كابتن حسام حسن كمدرب دلوقتي، بس مع ذلك أقول لك إيه، فانت دلوقتي احنا جبنا كابتن حسام حسن بحجة الروح القتالية، وان هو هيعرف يفوق اللعيبة، وان هو هيعرف يزعق للعيبة، وان احنا نعمل اداء كويس. اللي انا شايفه ان كابتن حسام حسن من ساعة ما جه كان عنده مشكلة مع صلاح واتحلت بالعافية عشان ده صلاح. كان عنده مشكلة مع احمد حجازي وما اتحلتش، وقال انا مش هستدعى النني. وعنده مشكلة مع امام عاشور، وامام عاشور طلع قال انا نيجيري. بعد كده ايه بقى، لما ما دخلش امام عاشور تاني راحت طبعا امام عاشور بيلعب في الاهلي، فما ينفعش لاعب من الاهلي يكون نجم في الاهلي وما يلعبش منتخب مصر، دي معروفه. فخاف من الجماهير وخاف من الاعلام ورجعه تاني. امام عاشور اتصاب، يعني امام عاشور ما لعبش مع حسام حسن تقريبا ولا ماتش، تقريبا هو ماتش واحد وخرج متضايق وزعلان تقريبا وما سلمش عليهم، ولا ما سلمش على كابتن طارق سليمان، اعتقد حاجه زي كده. وامام عاشور ما لعبش مع كابتن حسام حسن تاني. لما خسرنا ماتش اوزبكستان، الماتش اللي لعيبه اوزبكستان دي كانت بترقص، كل لاعب كان بيرقص بالخمسه بالسته من لعيبه منتخب مصر. فجاه كابتن حسام حسن يقول لنا احنا بنلعب من غير امام عاشور. طب ما احنا كنا بنلعب من غير امام عاشور من ساعه ما جيت يا كابتن حسام. احنا بنلعب من غير امام عاشور من ساعه ما جيت يا كابتن حسام. هو امام عاشور ده اللي هيحل ازمه الكره المصريه وهيحل ازمه النادي الاهلي؟ يعني النادي الاهلي من غيره وحش والمنتخب من غيره وحش، خلاص هي دي بقت الشماعه امام عاشور. ربنا يشفيه يا رب من اللي هو فيه دلوقتي. فانا مش فاهم بصراحه ايه المغزى من ان احنا بنتكلم بحجه ان عندنا لعيبه ده احنا منتخب مصر يا جماعه. قال لك تريزيجيه وامام عاشور، انا بلعب من غير تريزيجيه وامام عاشور. يا سلام. طب يا كابتن حسام، في لعيبه انت بتستدعيها وما بتلعبهاش، وفي لعيبه انت بتستدعيها وتلعبها اساسي وهي ما بتلعبش في انديتها، زي لاعب اللي اسمه تقريبا خالد صبحي لاعب المصري، والله ما بيلعب اساسي في اللاعب في المصري. كابتن حسام خده بيلعبه اساسي. حمدي فتحي بيلعب خط وسط طول عمره، طول عمره بيلعب ديفندر، هم واخده حطه قلب دفاع. طب مين اسمه ايه، حسام عبد المجيد، مع ان انا يا جماعه انا ما بحبش حسام عبد المجيد، انا زملكاوي اهو ما بحبش حسام عبد المجيد. طب انت ما بتلعبش حسام عبد المجيد ليه ما دام واخده؟ بتلعب محمود صابر، محمود صابر ما بيلعبش، محمود صابر ما بيلعبش اصلا. واخد محمود صابر بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه محمود صابر. كل ماتش بتشكيله مختلفه، والغريبه بقى الماتشات اللي ممكن نحس ان انت هتلعب فيها بتشكيل اساسي بيلعب بيه. والله ما انا بقوله ده والله ما افترى، اللي انا بقوله ده حقيقي. بيلعب بطريقه 2-3-5. نعم، هو في حد بيلعب كده؟ تعالوا نركز مع كابتن حسام حسن، بيلعب ب5 هجوم. هتلاقيه حاطط زيزو وتريزيجيه وصلاح ومرموش وأسامة فيصل، اللغز اللي انا مش فاهمه لحد دلوقتي. يعني ايه هجوم منتخب مصر، راس حربة منتخب مصر يبقى أسامة فيصل؟ انا مش فاهمها ومش داخله دماغي لحد. مصطفى محمد ما بيلعبش اساسي مع كابتن حسام حسن، ده هو لعبه اساسي الماتشين ولما لعب ماتش اوزبكستان راح لعب جنبه اسامه فيصل. لعبنا ب2 راس حربه في زمن في انديه دلوقتي بتلعب من غير راس حربه اصلا، مقتنعين ان اي لاعب يقدر يجيب جول. فبنلعب احنا باسامه فيصل. اسامه فيصل هو راس حربه منتخب مصر اللي دخل النهارده شاط بلنتي، يعني اي حد يصده انا صده. شايطها بمنتهى الدلع في ايد حارس مرمى كاف فيردي. وكاف فيردي خلي بالك نازله تلعبك وهي مستهتره، يعني كاف فيردي منتخب قوي جدا، نازل يلعبك النهارده عمال يغير وعمل كذا تبديل وعمال يلعب في الماتش وبتاع، واحنا غيرنا تغييرتين لحد الدقيقه حاجه و80 تغييرتين. احنا بنجربش حتى، احنا بنجرب في الاساسي.
مش هنعرف نجرب في قلب الماتش. انا بجد نفسي افهم خطة كابتن حسام حسن ايه اللي بيحصل فيها. والسؤال هنا، انت مرضتش تلاعب البرازيل عشان تخش البطولة دي، عشان تلعب البطولة دي. السنغال كانت مكان كاب فيردي، السنغال كانت مكان كاب فيردي في البطولة الودية دي. السنغال لما البرازيل عرضت عليها قال لك هلاعب البرازيل طبعا. خسروا 2-0 بس كان ماتش قوي جدا جدا. تشوف منتخب السنغال ند للند مع منتخب البرازيل ازاي، وتعلموا اخطائهم. الاخطاء اللي جت فيهم للجونين اتعلموا منها. يا عم ما انت كده كده هتخسر من البرازيل، اسمك خسرت من البرازيل. يعني لما نلعب البرازيل ونخسر من البرازيل اسمك خسرت من البرازيل، مش اوزبكستان. مش هتعادل مع كاب فيردي. يعني انا بتجيلي كومنتات، والله العظيم بيجيلي كومنتات بيتقال لي فيها ايه، هو انتوا ليه محسسنا ان انتوا كنتوا هتكسبوا اوزبكستان؟ دي اوزبكستان دي من اقوى فرق في اسيا. اوزبكستان دي يا جماعه مع احترامي يعني تصنيفها ما بيننا وما بينها 30 مركز. احنا خسرنا من اوزبكستان نزلنا 5 نقط في التصنيف. احنا المفروض نلعب الماتشات دي علشان نعلى في التصنيف، عشان لما تيجي مجموعتك في كاس العالم ما تكونش مجموعه صعبه. لكن احنا عايزين تبقى مجموعتنا صعبه. النهارده في ماتش كاف فيردي اللي كان بيحكمه حكمه واحده ست، والله العظيم ب100 راجل، ب100 حكم في الدوري عندنا كمستوى. والله العظيم الست بتحكم ولا كأنها بتحكم من زمان، عندها خبرة. يعني تحس ان هي خبيرة تحكيمية بجد، ومش خايفة من اي لاعب. نزاهة، اسمها نزاهة، دي اسمها نزاهة. دلوقتي احنا داخلين كاس الافريقية وهنسافر المغرب. مجموعتنا هتبقى في مدينة اغادير ان شاء الله. تمام، هنسافر المغرب، معانا زامبيا وجنوب افريقيا وانجولا. ولا زيمبابوي، سوري، معانا زيمبابوي وجنوب افريقيا وانجولا. ماشي زيمبابوي ماشي. انجولا بتلعب الارجنتين. انجولا جابت الارجنتين تلعبها علشان كاس الافريقيه. والسنغال جابت البرازيل، ولا راح لعبت البرازيل علشان كاس الافريقيه. واحنا رحنا لعب اوزبكستان وشلنا منها، ورحنا لعب كاب فيردي النهارده وتعادلنا معاها علشان هما نزلوا لعبونا بتكبر. واحنا بقى نزلنا مصطفى شوبير، شال 3 ضربات جزاء تمرينه. وبقى بص بقى ايه، شوف بقى الاعلام المصري النهارده، شوبير انقذنا من كاب فيردي، وتغيير حسام حسن العالمي ان هو يطلع محمد الشناوي وينزل مصطفى شوبير وبتاع. وشوف الليله، شوف اللي هيحصل النهارده في الاعلام، علشان خدنا مركز 3 في بطوله في الامارات فيها اوزبكستان وايران وكاب فيردي. منتخب مصر ياخد مركز 3 في بطولة ودية فيها ال3 منتخبات دول، مع احترامي ل3 منتخبات دول. تاخد بقى الإفيه الجامد ده، احنا هنلاعب نيجيريا قبل بطولة كأس الأفريقية. طب ايه، والله حلو، نيجيريا كويس، هنلاعب منتخب قوي. نيجيريا كهرباء الإسماعيلية يكسبها دلوقتي. نيجيريا خدت على دماغها من الكونغو وما صعدتش كأس عالم. نيجيريا ما صعدتش كأس عالم عشان بتلعب زي الزفت. نيجيريا السنه دي بتلعب زي الزفت. طبعا احنا وافقنا ان احنا نلعب نيجيريا لان نيجيريا ميح، وافقنا نلعب نيجيريا لان نيجيريا ميح. ما حاليا منتخب بلح في البلح من منتخب نيجيريا. نخش بقى نكسب بقى نيجيريا بقى 1-0 ولا حاجه، بعد كده نخش كاس الافريقيه. شوف بقى اللي هيحصل يا معلم. شوف جنوب افريقيا هتعمل فينا ايه، وشوف انجولا هتعمل فينا ايه. زيمبابوي ممكن تكسبها، ممكن تعدي. انت ممكن اصلا بفوزك بزيمبابوي ده يصعدك مركز 3 وتصعد احسن توالت ولا حاجه. محمد صلاح امبارح في الفيديو اللي مع دكتور مجدي يعقوب بيقول له انا كنت لما رحت اوروبا اول مره سويسرا كنت خايف من فكره ان انا مش عارف اتعايش.
لانهم بيناموا بدري وبيصحوا بدري. انا حياتي كلها في اوروبا كورة. في مصر كانت الكورة جزء من حياتي، لكن في اوروبا حياتي كلها كورة. نصحى بدري، نتمرن، ناكل، نقضي يومنا، ننام بدري علشان نصحى تاني يوم نتمرن. قال لك لكن في مصر لحد دلوقتي، محمد صلاح اللي قال كده، قال لك في مصر لحد دلوقتي حتى في المنتخب احنا بنصحى متأخر بعد الظهر وبنتمرن، بعد كده ننام متأخر قوي، ممكن نتمرن، ممكن ننام على الفجر. محمد صلاح اللي قال كده، قال لك لحد دلوقتي حتى في المنتخب اللي هو فيه كابتن حسام حسن، اللي هو ماسكه كابتن حسام حسن، يا كابتن حسام عيد تفكيرك تاني، عيد تفكيرك تاني، يعني الحق نفسك قبل بطولة افريقيا، الحق نفسك قبل بطولة افريقيا. انا شايف لو طبعا خلاص احنا ما ينفعش نغير مدرب دلوقتي مهما عملنا، ولو اتعمل كده دلوقتي كل الناس تطلع غلطانة، لكن في بطولة افريقيا نتمنى ان انا اكون غلطان، ونتمنى ان احنا كلنا نكون غلطانين، لان انا متأكد ان معظمنا حاسس وشايف وعارف ايه اللي هيحصل في كاس الافريقية اللي جاي. ربنا يستر، نتمنى الخير لمنتخب مصر، وان شاء الله ان شاء الله نعمل بطولة كويسة. اشوفكم على خير، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. سلام.